السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على مولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم معكم هاد الكيكة اقتصادية وحجم كبير، 28 سنتيمتر، غير بيضة وحدة وبالماء. اقتصادية يعني أو بتفاحة وحدة. اقتصادية وكتجي لذيذة وهشيشة، وهي المفضله عند وليداتي. كتعجبهم والمذاق ديالها كيجي زوين. ولا درتوها لضيافكم تحمر وجهكم، ولا ديتوها معكم لشي عراضه ولا لشي حد غتحمر لكم الوجه. بقاو مع المقادير وطريقه التحضير، وفرجه ممتعه. انا غنستعمل الخلاط الكهربائي، بغيتو نتوما ديروه غير بفوي ديرو ولا بالباطور. غنحتاج واحد البيضه، كيف ما كانت بيضه صغيره كبيره ما كتهمش، قبيصه ديال الملحه، حك ديال الياغورت، اي ياغورت عندكم. يمكن لكم ديروا فاني، بنان، خوخ، اي ياغورت عندكم. والعبار كامل غنديروه بهذا الحك هذا. حك ديال السكر، حك ديال الزيت. بسم الله. وغناخذ واحد الحك ديال الماء عادي د الروبيني، غنكبو هنا. وغادي نعاود ندير واحد الدوره. انا ما كنشارك معكم كلشي هادشي اللي كندير، ما كنبغي نضيع حتى شي حاجه. بغيتو تعوضوا داك الكاس ديال الماء بكاس ديال الليمون اولا كاس ديال الحليب، ديروه في الاول مع البيض وداكشي وطربوا كلشي. ودابا غادي نديروا النواشف. الحك الاول ديال الدقيق، اما غسلوا هذا الحك ولا ديروه بحليب، بقاو تخليوه واحد دائما في الطاسه ديال الدقيق. الحك الثاني، الحك الثالث، ونضيف 2 خمارات من فئه ديال 8 غرام، مجموع 16 غرام. غنسم بساشيه ديال الفاني، الا بغيتو ديروا قشور الليمون، البرتقال، اللي بغيتو. وغنضيف واحد الفلون، هذاك الزرق ديال الدرهم، انا كيعجبني نديرو، كيعطي واحد اللوين زوين للكيكه، وتيعطي واحد المذاق حتى هو زوين. بسم الله. وغنضيف الخل تقريبا 2 معالق كبار. الا بغيتو ما ديروش الخل، ديروا عصير الحامض حتى هو راه كيعطي نفس المفعول. هكذا خصو يجي القوام ديالها، ما خصهاش تجي خفيفه بزاف لان غنديروا فوقها التفاح. غنصبها في هذا المول مدهون ومرشوش، القطر ديالو 28 سنتيمتر. بسم الله. نعليو يدينا. غناخذ واحد التفاحه كبيره، اولا يمكن لكم ديروا 2 تفاحات صغار. غادي نحكها، يمكن لكم تحكوها بهادي، هادي اللي كدير الطولي، اولا تحكوها بالحكاكه العاديه
هادي، ولكن ما تبقاوش ديو تجيبوا غير بقاو ديو غير بقاو تحكوا غير في هاد الاتجاه هذا، بقاو تحكوا غير في هاد الاتجاه هادي باش كتجي طويله. غنديروا له شويه ديال الخل ولا شويه ديال الحامض باش ما يتاكسدش. نضيف شويه ديال الزبيب، الطروفه اللي كبار قطعتهم شويه ديال اللوز هرمشتو هكذا بالموس، اللي عندكم الكركاع ضيفوه، هنا ما بقاش ليا. واحد المعلقه كبيره د الكوكو، بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش الكوكو ما تيجيش باين. وغندير واحد الساشيه ديال الفاني، كتعطي المذاق وكتعطي داك التحميره. نسيت غندير شويه د القرفه، القرفه كتجي زوينه مع التفاح. دابا غادي ندخلها الفران. انا عندي الفران ديال الكاز سخنته من قبل. وريتها لكم كيفاش جات، ولكن انا غادي ندهنها بشويه ديال الناباج. ها هو سخنته شويه عاد ندهنها هكذا. كتجي الكيكه من بعد ما دهنتها بالناباج. الا بغيتو دهنوها غير بالمربى دهنوها، المهم انا كيعجبني ندهنها، كتجي داك اللمعه، كتعطي واحد لمسه خاصه، كتجي زوينه. والمذاق راه ما نقول لكمش، المذاق زوين، تفاح وراكم شفتوا المكونات اقتصاديه جدا. يمكن لكم تحضروها بداكشي اللي عندكم في البيت كما موالفاكم. راه كلشي كنديرو اقتصادي وفي نفس الوقت زوين ولذيذ. يمكن لكم ديروهم في هذا المول هكذا، ولا المول المشنف، يعني داك المسنن في الجناب. انا نخلي لكم صوره ولا فيديو. هي كتجي زوينه وكيعطي داك الشكل ديال السنينات في الجناب، كيعطي منظر زوين. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الا جربتوها عجباتكم خليوها لي في التعليق. دمتم في رعايه الله، مع السلامه، واحبكم في الله. حياتنا دون التكافل لا تطاق، وغرسنا شهد به حلو المذاق. فريقنا نحو التطوع قد سعى، يمضي لخير الناس دوما يا رفاق. يحلو على المحتاج يطرق بابه، ويسد عوز المبتلين بلا نفاق. أما اليتيم له علينا واجب، نسمو به نحو التعلم والوفاق. نسمو به نحو التعلم والوفاق. والمعسرين وكل شخص مبتلى، والغارمين كذا الأرامل والمعاق. نهج التعاضد قد سما في دربنا، نرنو إلى العلياء صدقا باشتياق. أهدافنا غاياتنا عاداتنا أفعالنا، قد سخرت تعد إلى ذاك السباق.